حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف حبيبك اللي كسر قلبك هل علاقتكم خلصت كده خلاص، ولا هو هيندم عليك وهيحس بغلطته وهيكلمك قريب. هنشوف مع بعض كده. بسم الله. هنبتدي مع بعض. بسم الله. طيب حبايبي يلا بينا نبتدي. طيب بداية كده شايفة ان الشخص ده، يعني ده اول كارت ظهر لنا، وبرده لما يعني فنطنا التارو طلع لنا برده الكارت ده كارت الحب. شايفة ان الشخص ده كان بيحبك او مازال بيحبك، حتى لو انتوا قاطعين التواصل او حتى لو العلاقة مقطوعة ما بينك وما بينه، او لو انتوا ما بتتكلموش، لكن شايفة ان انت البعيد القريب بالنسبة له برغم البعد والبلوكات والمسافات اللي ما بينكم، لكن انت اقرب شخص ليه واقرب واحد ليه، حتى لو هو اوريدي في علاقه تانية، او حتى لو في حد في حياته، فهو برضو مازال بيحبك. هنكمل مع بعض. فزي ما قلت لك، يعني حتى لو انت بعيد عنه فهو يعني في طاقه حب شديده جدا ما بينك وما بينه، حتى لو هو في علاقه تانية او في حد تاني في حياته فهو مازال بيحبك وعنده حنين ليك. كمان شايفاه ان هو فاقد الشغف، يعني مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو بيختار صح ولا بيختار غلط. عايز يقيم الموقف، عايز يقيم العلاقة اللي ما بينك وما بينه، لكن مش قادر. كمان هو حاسس ان هو في اشخاص حواليه بتحاول ان هي بتستغله، او عايزه منه مصلحه، او عايز تخدعه، او بتقرب منه، او بتدعي محبته من اجل ان هي عايزه حاجه معينه، او عايزه توصل لحاجه معينه. فانا شايفه ان هو شايف نفسه ان هو محتاج يفوق، لان في ناس حواليه كتير عايزه تستغله، عايزه تضحك عليه في حاجه. تمام، لدرجه ان هو خلاص يعني ابتدى ان هو يقفل من الناس، او ان هو مش عايز يتعامل مع الناس، او ان هو عايز يبعد عنهم، مش عايز يواجه حد، مش عايز يتكلم مع حد. لان هو شايفاه اتصدم صدمه قويه جدا، وعنده سوء ظن في كل اللي حواليه. شايفه ان هو مر بتجربه صعبه او بازمه صعبه، فخلته فقد الثقه في كل اللي حواليه. ممكن حد نصب عليه في حاجه، ممكن حد استغله في حاجه، ممكن حد ضحك عليه في حاجه. فشايفه ان يعني حياته فيها خلافات كتير وفيها مشاكل كتير، وهو فقد الثقه ومش عايز يتكلم ولا عايز يعاتب ولا عايز يكون في ناس في حياته اصلا. الطاقات اللي ظاهره قدامي: العذراء، الاسد، السرطان، الدلو، الجدي، الحوت. طيب انت بقى، انا شايفاك ان انت بتفكر كتير جدا، عندك طاقة تفكير كتير جدا، ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك ولا مستوعب. لان انت الشخص ده عشمك بحاجات كتير قوي، وكنتوا ماشيين كويس وكانت العلاقة عادي مفيش اي مشكلة. فجأة لقيتوا العلاقة دي انتهت، باظت خالص، انتهت. فحاسس ان انت تهت، مش فاهم ايه اللي حصل، ليه فجأة الدنيا اتقلبت كده، او الدنيا اتدربكت، او العلاقة باظت كده من غير اي مبررات ومن غير اي مقدمات. انت لقيت الشخص ده ان هو فجأة اتغير معاك، او فجأة اتغير عليك في حاجة هو مخبيها. فشايفاك ان انت قاعد بتفكر مش عارف تعمل ايه، او مش قادر تفهم ايه سبب التحول. تمام. كمان شايفاك ان انت ابتديت تشوف الشخص ده ان هو شخص عنيد، ان هو شخص قاسي، ان هو استغلالي، وتصرفاته بالنسبه لك مستفزه، لان هو استغل حبك واستغل يعني كل المشاعر اللي انت بتديها له، وفجاه غدر بيك وسابك وبعد عنك، لان انت شخص اتغدر بيك مره واحده، او اتخذت على اخوانه كده من غير ما تكون وعامل حسابك. فعلشان كده انا شايفاك ان انت مجروح، شايفاك ان انت مصدوم. بتحاول ان انت تدافع عن قلبك او عن حبك او عن حياتك او عن ولادك، بطريقه، يعني انت بتحاول كده ان انت تنتقم منه بطريقه معينه. بتحاول تصدر له ان هو لو سابك انت خلاص هتسيبه، او ان هو مش فارق معاك، او مفيش مشكله. لو هيرجع لك اوكي تمام، لو هو عايز يبعد وشايف راحته في مكان تاني، او شايف ان هو هيكون مبسوط وهو بعيد عنك، فتمام مفيش مشكله. تمام. شايفه في برضو طاقه الحمل وطاقه القوس قدامي. طيب
هنشوف كده هو بيفكر في ايه وعايز يوصل لك ايه. طيب زي ما قلت لك الشخص ده في ازمه كبيره جدا، لدرجه ان هو مش عارف هو بيحب مين ولا بيكره مين، ومش عارف هو عايز ايه. وانا قلت لك الكلام ده في الاول، هو شخص مش عارف هو عايز ايه، بس هو اللي عايز يبينه لك او عايز يفهمه لك ان هو عايز يبين لك ان الدنيا عنده مستقره، ان الدنيا عنده تمام، مفيش اي مشكله، الدنيا حلوه وهو بعيد عنك ما عندوش اي مشكله. لكن الحقيقه غير كده خالص، هو بيعاند فيك ومش عايز يظهر ضعيف قدامك، كانه عايز يقلب الترابيزه عليك علشان انت تضعف وترجع تكلمه، لان هو برضو شايفك ان انت بتصدر له طاقه قوه. فانتوا الاتنين بتعاندوا في بعض، خلي بالك، انت وهو بتعاندوا في بعض. انت بتبين له ان الدنيا مفيش اي مشكله بالنسبه لك من غيره، وهو كمان نفس الكلام. تمام. فهو علشان كده عايز يقلب الترابيزه عليك علشان تضعف وترجع تكلمه. بس زي ما قلت لك انت بتعند معاه دلوقتي. ليه بقى انت بتعمل كل ده؟ لان انت ممكن تكون حاولت ان انت تكلمه او تتواصل معاه قبل كده وهو خذلك، او يعني تجاهلك او ما ردش عليك، فانت خلاص حرمت ان انت تعمل كده تاني. لكن زي ما قلت لك الشخص ده دلوقتي متدمر وتعبان وخايف وعايز يهرب من الناس. كل شغله الشاغل اللي هو عايز يهرب من الناس او عايز يبعد عن الناس، وبيخبي كل ده. طيب انا شايفاه كمان بيراقبك، وشايفاه بيخطط لك خطه يرجعك بيها او يرجع لك بيها، لانه هو كمان بيحبك ومتعلق بيك. خلي بالك، لو تفتكر في الاول خالص قلت لك طاقه الحب المسيطره عليه. انتوا علاقتكم علاقه قدريه، علاقه سول ميد او توأم روح. بس هو ايه؟ بيخطط لك كده وبيدبر لك، عايز يسويك على نار هاديه. الشخص ده عايزك ايه؟ تستوي كده واحده واحده، بالراحه، علشان اول ما يرجع لك تستسلم له على طول وتنسى اي حاجه حصلت ما بينك وما بينه، او تنسى اي مشكله حصلت ما بينك وما بينه. طيب زي ما قلت لك الشخص ده يعني كل هدفه في الحياه ان هو يبعد عن الناس. شايفاه عايز يبعد عن الناس او عن الدوشه او عن الصراعات اللي حواليه. يعني مهتم جدا ان هو يبعد عن الصراعات اللي حواليه. طيب هنشوف مشاعره دلوقتي. تمام. طيب الشخص ده انت قلت لك قبل كده في الجزء اللي فات ان انت ممكن تكون بعت له رساله وهو ما ردش عليها. خلي بالك الرساله دي هو اهملها، بس خلي بالك الرساله دي تعبته جدا واثرت فيه جدا وضعفت موقفه جدا ناحيتك يعني، وصحت جواه كده مشاعر وحنين وذكريات كانت ما بينك وما بينه. بس زي ما قلت لك هو هربان لان هو عنده ازمه ثقه، او حاسس ان انت عايز تنتقم منه زيك زي اللي حواليه، زي كل الناس اللي عايز تستغله. شايف ان انت زيك زيهم، لان هو برضو اذاك وجاي عليك وغدر بيك. فيعني حاسس ان انت كمان عايز تنتقم منه. الشخص ده رغم وجود ناس كتير جدا حواليه، لكن هو شايف نفسه وحيد، شايف نفسه ان هو عنده فراغ عاطفي حتى لو في حد في حياته. عنده احتياج للكلام والتواصل لكن مع حد يثق فيه. هو عايز يبعد عن الناس، مش عايز يتكلم معاهم لان هو فقد الثقه فيهم، بس لو وثق في حد هيفضفض له وهيقول له كل حاجه. كمان الشخص ده عايش على الماضي والذكريات بصوره كبيره جدا، وعارف ومتاكد ان انت بتحبه وان انت مصدر الحب والحنان والسعاده بالنسبه له، انت كل حاجه حلوه بالنسبه له. لكن هو اللي بوظ العلاقه بسبب التصرفات الوحشه اللي عملها معاك، او الغدر او الخيانه اللي هو عملها معاك. شايفه كمان ان انت ممكن تكون ضاغط عليه، او عايزه يعمل حاجه، او عايزه ياخد خطوه، او عايزه يتصرف، او عايزه ان هو يعمل حاجه في العلاقه لكن هو مش قادر يعملها دلوقتي، فده برضو مسبب له تعب نفسي. شايفه ان نهايه الصراعات اللي في العلاقه دي فيها صراعات وفيها ازمات كتير جدا، لكن انا شايفه ان نهايه الصراعات دي هتكون لصالحك، والشخص ده هيرجع لك تاني لان هو عارف ان انت بتحبه، وعارف ان انت يعني اديت له كل حاجه بزياده واهتميت بيه بزياده، وشايفاه ان هو هيعيد تفكير مره تانية، لان انت مصدر السعاده بالنسبه له. انت مصدر السعاده بالنسبه له اللي هو بيدور عليها.
لكن زي ما قلت لك هو عنده بس بعض الافكار السيئه دلوقتي، لكن هيحاول ان هو يتخلى عنها علشان يبتدي معاك من اول وجديد، لان هو بالفعل عايز يرجع لك وعايز يتواصل معاك. شايفه ان في مستقبل حلو للعلاقه دي، لكن محتاجه وقت شويه وصبر منك ومجهود، وان انت تحاول ان انت تحتويه. شايفه الطاقات اللي قدامي السرطان، العقرب، الثور، الجدي. تمام. طيب حبايب قلبي، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.